كل الناس تتحدث عن تقليل السكر في النظام الغذائي، لكن لا أحد يخبرك كيف تفعل هذا. أولاً، يجب أن تعلم أن جميع أنواع الطعام تحتوي على السكر، حتى البروتينات والدهون. تتحول البروتينات والدهون بعد 4 ساعات إلى سكر في الدم، لكن السكر الأبيض يدخل الدم مباشرة. بمجرد دخوله الجهاز الهضمي، يصبح مصدراً سريعاً للطاقة، ولكنه يسبب ارتفاعاً مفاجئاً في سكر الدم. من هنا تبدأ الحاجة إلى تقليل السكر في النظام الغذائي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف؟ بدلاً من الاعتماد على السكر الأبيض، جرب استخدام بدائل السكر الطبيعية مثل العسل أو التمر. تذكروا، الهدف هو الحفاظ على مستوى السكر في الدم مستقراً، وذلك يعني تقليل السكر ليس فقط في الحلويات.